السلام عليكم. التربية الإسلامية للصف الخامس ابتدائي من السيرة النبوية، معركة بدر الكبرى. تعلمنا من الدروس الماضية أن أغنياء قريش وزعمائها يعملون بالتجارة بين الشام ومكة، وفي السنة الثانية من الهجرة وفي السنة الثانية من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة واستقراره فيها، خرجت قافلة تجارية لقريش يقودها أبو سفيان أحد زعماء المشركين، فقرر رسول الله أن يسيطر على القافلة ليضعف قوة قريش التي تحارب الإسلام والمسلمين بأموالها. فعلم أبو سفيان بقرار الرسول صلى الله عليه وسلم فغير طريقه، ثم دعا أبو سفيان قريشا إلى أن ترسل له جيشا من مكة لحمايته، فجاء جيش المشركين وعددهم قرابة 1000 مقاتل متجهين نحو المدينة المنورة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه 313 رجلا من أصحابه فقط، نزلوا في مكان فيه بئر ماء يدعى ماء بدر، يبعد عن المدينة المنورة 160 كيلو مترا، ونزل جيش المشركين بالقرب منهم، فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم ترك القتال وأن يعودوا كل فريق إلى بلده، إلا أنهم كانوا يشعرون بالغرور والكبرياء، فرفضوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهاجموا المسلمين. فوقعت المعركة في اليوم 17 من شهر رمضان المبارك في السنة الثانية من الهجرة، ونصر الله المسلمين وأيدهم بالملائكة، ودمر جيش المشركين وقتل وأسر عددا كبيرا منهم، ورجعوا مهزومين إلى مكة، ورجع المسلمون إلى المدينة منتصرين أقوياء. وأصبح المسلمون يحتفلون بهذا اليوم تيمنا بنصر الله للمسلمين. نتائج معركة بدر الكبرى. لقد عرفنا في دروسنا الماضية أن المسلمين في مكة كانوا مستضعفين وما كانوا يريدون القتال، ومعركة بدر هي أول معركة للمسلمين مع المشركين بعد هجرتهم إلى المدينة، ولذا كان للنصر في هذه المعركة أثرا ونتائج كبيرة لصالح المسلمين والدعوة الإسلامية. أولا، شعر المشركون بالذلة والضعف، وشعر المسلمون بالقوة والعزة. ثانيا، ساعد هذا النصر على انتشار الإسلام، وأصبحت للمسلمين هيبة بين قبائل العرب، فأرسلت بعض القبائل وفودا للتفاهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الدخول في الإسلام. ثالثا، سمى القرآن الكريم يوم معركة بدر بيوم الفرقان، لأن هذه المعركة فرقت بين الحق والباطل، وكانت بداية النصر للمسلمين على المشركين. نتعلم من نتائج هذه المعركة
أن قوة الإيمان والعقيدة تغلب كثرة العدد وتحقق النصر. كان هذا درسنا لليوم. الدرس القادم إن شاء الله نحل مناقشة معركة بدر. أتمنى لكم التوفيق والنجاح.